انا كنت اتكلمت قبل كده ان الدكتور كان قايل ان احنا ما نستحماش بشاور جل او بشامبوهات خالص، وقلت ان هو قال نستخدم السدر. السدر ده بيبقى باودر مطحون بيتباع عند الناس العطارة، او بيبقى عطارة كويسة، او في حاج عرفة او الاماكن اللي هي بتاعت الكوزماتكس الطبيعية. ده صدر مطحون. هقلب لكم الكاميرا عشان يبان الاسم صح. الصدر المطحون ده بنجيبه مطحون كده من مكان موثوق، وبنحطه في ازازة مية وبنرجه وبنغسل بيه شعرنا وجسمنا. فوائده رهيبة وافضل بكتير من الشامبوهات. هوريكم دلوقتي الطريقة. انا المفروض مخلصة شغلي وهاخد الشاور بتاعي بيه. انا مش انا اللي جايباه، ده جالي هدية من دكتور حنان حبيبتي وصديقتي. هي بتيجي عندي على طول تقعد معايا، فجابت لي ده وجابت لي برفيوم هوريهولكوا برضه. جابت لي البرفيوم ده من عبد الصمد القرشي او ابراهيم القرشي. هايل وريحته حلوه جدا، هو انتنس اتحط بالليل. بصوا هوريكم الباكج بتاعه. سوا هوريكم، عجبني جدا. انا بحب الحاجات العود توباكو والحاجات بتاعت العربيه، العطور العربيه. بصوا يا جماعه الباكجينج، هو كل ده بارز يعني. بصوا انا عجبني دي قوي، وهو ريحته عود خطير. فانا هاخد شاور وهحطه. انا عجبني قوي. شكرا يا دكتور حنان، انا بحبك جدا، وهي من الناس اللي ماشيين معانا على النظام. عايزه اوريكم نعمل الصدر ازاي عشان ناخد شاور بيه بقى. كلكم بقى هستحموا بالصدر، ما تجيبوش شامبوهات وشاور. انا شايفه انتوا شايفيني ولا لا؟ انا بحاول ان انا الاضاءه عندي تبقى حلوه. ده الصدر. استنوا اقلب الكاميرا اهو. ده الصدر كده، شايفينه؟ هو ده. هناخد احلى شاور من غير شامبو، من غير حاجات تجيب اكزيما ومليانه زيوت عطريه. ده اللي هنستحمى بيه في الجنه يا جدعان. اوه ريحته شبه الملوخيه. اوه واو. بصوا بقى، احنا بناخد الصدر ده نحطه في ازازه ونروح. انا مش مجهزه له اي حاجه، لو كنت بستحمى بميه بس وما كانش عندي وقت اجيبه، هي جابتهولي. بصوا هو شكله اهو، ماده كده باودر اخضر هيعمل رغوه. بس استنوا عشان الازازه دي مش هعرف احط وارج فيها، او ممكن نعمل حاجه لطيفه قوي. هي فيها ميه، احط الصدر فيها بمعلقه صغيره. كذا حد قال لي بحضري قبل الفيديو، بس انا مش بحب احضر. ادي الصدر اهو، وادي احط بقى كده، هيقع في الارض معانا. الست تبقى تطلع تنضف اهو. انا بحطه جوه الازازه عشان تعملوا زي احنا. مش يا دي النيله ضيعت نصه في الارض. ابقى اجيب له بقى اهو. كل رجاله وستات ما تستحموش بشامبو وشاور جل. الاندستري والصناعه كلها ايه، نرجع للاصل. انا حطيت صدر اهو. بصوا هو واقف فوق مش عارفه ليه اهو، شايفين؟ قولوا هيعمل معانا رغوه. يا عيني يا عيني على الشاور الطبيعي. هوريكم بقى، استنوا هوريكم. وفي نور هنا وانا عامله في نفسي كده. انا برجه دلوقتي. ايوه نور. بصوا بقى عامل ازاي رغوه. ملا الازازه يا جماعه. الازازه كانت الميه هنا، بصوا بقت لحد فين. بصوا بصوا الرغوه بقى، بصوا رغوته. بصوا يا جماعه طبيعي. اوه ماي جاد. بصوا ده الشاور بتاعنا وده الشامبو بتاعنا اهو. شعرك بقى، وشوف اتفرجي على شعرك، اتفرجي على شعرك. بصوا المطبخ عامل فيها ايه، اتفرجي على شعرك وعلى شعرك. بصوا الرغوه عامل ازاي على الشعر وعلى الجسم الاتنين. عايزين تستخدموه هاند ووش، يلا ودي
طيبات الطيبات احنا. بصوا اهو الصدر بنجيبه باودر بنحطه في ميه الرج. خد الشاور بتاعك، اغسل وشك، اغسل شعرك، اكتب فوائد الصدر. وربنا قال في القرآن صدر مخضوض، صدر مخضوض اهو، مخضوض بناخد اهو. يعني ده بتاع الجنة، احنا اللي هنعيش الجنة في الارض. جربوه. انا عايزه بقى اجيب له باكج كده حلوه او حاجه رجاها حلوه بدل الازازه دي عشان مش عجباني. بس شكرا يا دكتور حنان، لان انا كنت قايله عليه، كنت قايله ان انا عايزه اجيبه بس مش فاضيه، فهي جابته لي النهارده. وهي كمان بتستحمى بيه. كل الناس اللي على الطيبات ما نستحماش بشاور جل، ما نستحماش بشامبو عشان الاكزيما وعشان الزيوت العطريه ومش ضامنين عاملينها بايه. نستحمى بالصدر اهو، رغوه زي الفل للشعر وللجسم، تحفه. وريحتك هتبقى تحفه وفوائده كتيره جدا. صباح